الملك أحمد فؤاد الثاني اتولد ملك لكن عاش عمره كله في المنفى، وحرفيا ما حكمش مصر يومين على بعض، بس رجع لها بعد سنين طويلة بجواز سفر مكتوب عليه ملك مصر السابق بقرار من الرئيس السيسي. اتجوز يهودية ودخلها الإسلام واشتغل موظف في شركات. يا ترى إيه سر حبه للمحروسة؟ الملك أحمد فؤاد الثاني هو ابن الملك فاروق آخر ملوك مصر قبل إعلان الجمهورية. اتولد يوم 16 يناير 1952، وكانت ولادته وقتها حدث كبير في مصر، لأن الملك فاروق كان شايف إن ده ولي العهد اللي هيكمل العرش من بعده، وإنه لازم يتجهز عشان الحدث ده. بس الحياة دايما كان ليها رأي تاني وما مشيتش زي ما كان متخطط لها. بعد شهور قليلة من ولادته حصلت ثورة يوليو 1952 وتغير شكل الحكم بالكامل في مصر، والعيل الصغير اللي كان مولود كملك لقى نفسه فجأة خارج البلاد وهو لسه رضيع. اتربى في سويسرا وفضل عايش هناك سنين طويلة بعيد عن مصر، وتعلم في مدارس أوروبية، وبعدين درس الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة جنيف. رغم إنه كان ممكن يعيش حياة ملكية تقليدية، هو اختار طريق مختلف وبعد عن جو القصور والخدم والحشم، وقرر يشتغل ويبني نفسه بنفسه. اشتغل في مجالات مالية وبقى مستثمر لشركات أجنبية، وفضل دايما يقول إنه مش بيحب حياة القصور بالشكل التقليدي، وبيشوفها رمز تاريخي أكتر من كونها حياة يومية. في حياته الشخصية عاش قصة حب مش عادية، اتجوز من بنت اسمها دومانيك فرانس، وهي فرنسية من أصول يهودية، لكنها قبل الجواز اعتنقت الإسلام وخدت اسم الملكة فضيلة. عاشوا سوا في فرنسا تقريبا 20 سنة وخلفوا 3 أبناء، وكانوا بيعيشوا حياة بعيدة تماما عن فكرة الملك والعرش. لكن بعد سنين حصلت خلافات ما بينهم، انتهت العلاقة دي بالانفصال بشكل رسمي في المحاكم السويسرية بعد صراع قانوني طويل. ورغم كل اللي حصل ده فضل أحمد فؤاد الثاني مرتبط بمصر بشكل غريب، كان دايما بيرجع يزور الأماكن التاريخية، وظهر أكتر من مرة في معابد أبو سمبل وأسوان، ومعاه ابنه الأمير محمد علي، وده خلى الناس ترجع تفتكر قصته من جديد. الملك كان عنده جنسية موناكو، ودي واحدة من أصعب الجنسيات في العالم، وبعد سنين طويلة فضل يدور على صلة تربطه بشكل مباشر بمصر. الفكرة إن مصر دايما كانت بترحب بيه، لدرجة إن الرئيس السيسي كرمه وحصل الملك على جواز سفر مصري دبلوماسي بصفته ملك مصر السابق، وده كان حدث مش عادي. الملك كان عنده سابقا جواز سفر في عهد الرئيس أنور السادات، لكن فترة طويلة ما كانش عنده جواز سفر مصري أو جنسية مصرية، ووصف استعداداته للجنسية المصرية بأنها أمر مهم ومؤثر نفسيا. هو نفسه صرح في أكتر من مناسبة إنه مش بيدور على حكم ولا عرش ولا غيره، وإنه شايف إن الملكية صفحة تاريخية اتقفلت، لكن اللي ما اتقفلش هو حبه لمصر واهتمامه بتاريخها. هو بيحبها وبيحب يجي بلده ويزور معالمها السياحية ويمشي وسط المصريين زيه زيهم، والدولة مش بتسيبه. وفي زياراته الرسمية لمصر بيستقبلوا وفد مش عادي مكون من شيخ الأزهر ووزير الآثار وغيرهم من المسؤولين، وفي بيته بيحافظ على صور ومقتنيات للعائلة العلوية من محمد علي باشا لحد الملك فاروق، وكأنه بيحفظ ذاكرة عيلة كاملة حكمت مصر في زمن وعهد مختلف. وطبعا في زيارته لمصر ما بينساش يزور ضريح محمد علي باشا الكبير رحمه الله عشان يقرا الفاتحة على روحه، وبياخد معاه باقي أعضاء الأسرة، وبيعبر دايما عن سعادته بالزيارة دي.